زوبعة في فنجان هذا اليوم حول حكاية العياشي الهمامي بالمحكمة الابتدائية بتونس. يثيرها جماعة حقوق الإنسان، يدعون حقوق الإنسان وهم لا يدافعون عن حقوق الشعب التونسي في المحاكمات العادلة التي تطبق القانون على الجميع. وقد ثبت أن من يسرق علبة التن لأنه جوعان يدخل السجن 6 أشهر، ومن يصنع الإرهاب ويقتل ويقطع الرؤوس من جماعة الأحزاب هم لم يحاسبوا بعد ولم يحاكموا بعد، لأنهم مستولون على القضاء الذي هو عميل لهم. من حق يا عياش الهمامي، من حق وزيرة العدل جفال أن تحيلك على القضاء، لأنك نشرت إشاعات كاذبة حول القضاة المعزولون الذين عزلوا بمرسوم رئاسي بعد أن ثبت عليهم الفساد من ناحية التغطية على آلاف الملفات الإرهابية وعدم ووضعها على الرفوف مدة سنوات، ومن ناحية تغطيتهم على الجهاز السري لحركة النهضة في الداخلية. فأمر عزلهم هو أمر سياسي بحت. المخابرات التونسية العسكرية والأمنية هي التي على ضوء تقاريرها لرئيس الجمهورية وقع عزلهم. فالشعب التونسي من حقه إرساء العدل، وإرساء العدل يكون بتطهير القضاء، والقضاء إلى يومنا هذا عاجز من كل النواحي عن القبض على الذين يصنعون الإرهاب والذين يحتكرون والذين يفسدون الاقتصاد والقبض واعتقال الفاسدين من رؤساء الأحزاب الذين يبيضون الأموال ويمولون الفتن في تونس. اليوم القضاء لا نرى منه أي شيء لصالح الشعب التونسي. أنت يا عياشي الهمامي وأمثالك من جماعة حقوق الإنسان تنشرون الكذب في الصفحات، وتريدون الكذب والإشاعات والفتن في الصفحات ضد المسار الإصلاحي الذي بدأه الرئيس قيس سعيد. ومن الطبيعي أن يصدر مرسوم يكافح الإشاعات، لأن الإشاعات هي التي تصنع الفتن، وهي التي تضعف الدولة وخاصة السيادة التونسية الممثلة في رئيس الجمهورية. فلا يجوز مثلا أن تنشر أمثال نادي عكاشة وغيرهم إشاعة بأن الرئيس مريض. من ينشر تلك الإشاعة هو يريد إسقاط الدولة وإسقاط والإفساد ويريد الفوضى في شعب تونس. فمن يطمح للكراسي ولرئاسة الجمهورية عليه أن يحضر نفسه ليخترق قلوب الشعب التونسي منذ الآن في انتخابات 2025.
عليه أن يبدأ من الآن تحضير ما ينفع للشعب التونسي حتى يخترق قلوبهم وحتى يقتنعوا بأن ينتخبوه. أما غير ذلك يجب مكافحته قضائيا، خصوصا نشر الإشاعات الكاذبة حول الحكومة أو حول رئيس الجمهورية. والسلام عليكم.